القضيه اللي موجوده في الريف المصري هو الاعتداء على الاراضي الزراعيه. ليه بقى؟ بالراحه بس. احنا جرى العرف ان الاهالينا بياخدوا اولادهم معاهم، وده مش غلط، لكن هو بياخد ده على حساب ايه؟ على حساب الارض الزراعيه بتاعته اللي بيشتغل فيها. طب لما كلنا نستهلك جزء كبير من الارض، بقينا 60 70 مليون، والمتاح من الارض اللي ممكن تزرع مثلا بقت 6 مليون، طب هيشتغلوا فين؟ هيشتغلوا فين؟ فهتيجي تنقله يروح يشتغل في حته، طب ما هيكلف تكاليف نقل، مش كده؟ صح. فانت النهارده انا بخرج من البيت بتاعي اروح للارض بتاعتي ازرع، بعد كده لا انا مش هينفع كده، انا هخرج من بيتي اروح لحته ثانيه اشتغل فيها. فبقت تكلفه العمل بتاعتي او ان انا اتحصل على اموال بقت بتجابه ظروف مش طبيعيه. فهي القضيه مش قضيه ان انا هعمل، احنا ان شاء الله، وانا عارف انا بقول ايه. لا 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 ان شاء الله هنعمل بفضل الله كل شيء طيب للناس. لما قلنا الطرق، لما قلنا الصرف الصحي، لما قلنا تحسين الري، لما قلنا تحسين الشرب، يعني في فرق انك انت يجي لك ميه شرب وان يجي لك ميه شرب بشكل منتهي، مفيش مشكله لا في الدور الثاني ولا الدور الثالث وعلى مدار اليوم. نفس الكلام للكهرباء، لما اجي اقول لك انا عندك كهرباء، وانا قلت الكلام ده قبل كده، وان انا هعمل الكهرباء تصل اليك زي ما كهرباء الايه؟ المدينه هنا. طيب الشوارع، طيب المنشآت الحكوميه الجديده اللي مربوطه مع المحافظه، اللي مربوطه مع مجلس الوزراء بميكنه كامله. لما اجي اقول لك هعمل لك الاتصالات اللي موجوده جوه القريه زي الاتصالات اللي موجوده في المدينه، يعني شبكات الفايبر تصل الى كل القرى المصريه. انت بتتكلم في حاله ثانيه. حاله ايه؟ حاله ثانيه. طيب كل ده انا بعمله، وبقول لكم وانا بعمله طلب واحد بس، من فضلكم حافظوا على ما تبقى من الارض الزراعيه.